ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده مكرونه وبانيه بطريقه جميله خالص عشان اللي عاملين رجيم وكده يعني. ماشي. ده بانيه حطيت عليه بصلايه صغنونه وحطينا معلقه ملح ومعلقه فلفل ورشه قرفه ورشه جنزبيل وليمونتين. تمام. ومعلقه لبن. وبحب احط البيضه هنا في الاول عشان هي تبقى تتبيله مره واحده، ان انا ما اقعدش بقى انقل من هنا لهنا والكلام ده. تمام. اهو زي ما انتم ما شايفين بتبلتها كده وهسيبها حوالي من ساعة ساعتين عادي. عايز تعمليه من بالليل عادي. دي كانت هنا معلقتين دقيق ومعلقتين فيجيتار ومعلقتين اللي هو الفيجيتار اللي هو بيبقى التخين ده. تمام. انا هنا هو بحطها وبضغط عليها كويس قوي زي ما انتم ما شايفين كده. بصوا بتطلع جميلة قوي يا جماعة. الطريقة دي سهلة كده وبسيطة ومن غير اي تعقيد. عايزة تنزليها بقى في الزيت وتحمريها بعديها، بس لازم تحطيها في التلاجة على الاقل ربع ساعة ولا حاجة عشان تمسك نفسها. انا حمرتها في الاير فراير. تمام. هوريكم برضو طريقه التحمير في الاير فراير عشان تبقى حلوه وما تبقاش ناشفه قوي مني. ولو وصلتي لحد هنا متنسيش تصلي على سيدنا محمد صلاه نحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتفتح لنا بها ابواب الفرج. اللهم امين. ما تنسيش تعملي اشتراك ومتابعه في القناه وتكتبوا تعليقاتكم وكومنتاتكم. هنا كنا بنعمل المكرونه. طبعا المكرونه مش محتاجه يعني، هو شويه ميه وشويه ملح وبتسيبي المكرونه فيها لحد ما تتسلق. تمام. وتكوني عامله الصلصه. انا ما بحبش الصلصه البيتي، انا بحبها الصلصه الجاهزه. كل واحد برضو ليه حريته. انا ده كان نص كيس عليه معلقتين صلصه صغيرين. هنا بقى انا كنت بوريكم ازاي ارص هنا انا كنت برصها على الشبكه بتاعه الاير فراير. انتي لو مش عايزه ترصي عليها عادي. انا جيت بعد كده اصلا شلتها ورصيت على طول على نزلتهم على طول على الاير فراير ذات نفسها. تمام. هنا هو انا برص البانيه. رصيه بقى على حسب ما انتي ما عندك عدد قطع. تمام. بجيب بقى المفروض هو انا البخاخه بتاعت الزيت بتاعتي بنتي الله يصلح حالها كسرتها، فانا عملتها بالفرشه هنا زي ما انتم ما شايفين كده. برضو حتى لو هي خدت كده بالنسبه لنا شويه زيت كتير، بس ما يجيش حاجه جنب اللي احنا بنحمر فيه. واكيد كلكم عارفين يا جماعه لازم تجيبوا اير فراير حلو عشان صحتكم. جميله والله يعني عن تجربه حلوه. تمام. اهو بصوا احنا حطينا على اول وش شويه زيت وتاني وش برضه هنحط شويه زيت اهو زي ما انتم شايفين كده. طبعا هي البخاخه كانت هتوزع اكتر او احسن من كده. مش مشكله الحمد لله. انا جيت هنا كنت احط البانيه اللي انا كنت حاطاه دي، افتكرت ان انا ما حطيتش عليها زيت فكنت بحط عليها زيت. نعم حاضر ماشي. اهو زي ما انتم شايفين كده دخلتها بقى الاير فراير. هو هنا طبعا بيبقى فيها نظام، انا عملتها على نظام الفراخ، كانت على درجه حراره 180 لمده 21 دقيقه و20 دقيقه. انا جيت في الاخر عليت على تمام. جيت عليت درجه الحراره خليتها 200. تمام. اهوت هنا المكرونه كانت غلط، هنروح نقلبها بقى وارجع لكم. اهوت انا كنت بقلبها قدامكم بوريكم شكل المكرونه لما بتستوي. تمام. اهو هنا هنزل بمعلقه سمنه بلدي. تمام. دوت ليه؟ عشان احنا عاملين رجيم. لو مش عاملين رجيم كنت عملتها بالزيت والسمنه عشان بحب احط الاتنين. بس نزلنا هنا بمعلقه سمنه بلدي. هي مش كبيره، دي صغنونه يا جماعه، هي بس باينه قدامكم كبيره كده. وهنا نزلنا بمعلقتين زي ما انتم شايفين كده صلصه. تمام. نقعد نقلبه عليه ونحطه شويه، نحطه بق ميه كده صغنن عشان نفك الصلصه دي. تمام. واول ما تلاقي السمنه ديت بقى لونها احمر كده نبتدي ننزل بقى ننزل بالمكرونه. انا ما بحبش اكتر على فكره يعني، انا يعني مش احسن حاجه في المكرونه، انا اصلا ما بحبهاش، بس عشان خاطر بنتي. تمام. وعشان اسهل حاجه. اهو. ونزلت عليها معلقه ملح صغنونه، ومش ملح، مش معلقه كبيره، معلقه صغنونه. ونزلت عليها برشه فلفل اسود زي ما انتم شايفين كده اهو. انا هنا كنت بفككها كويس. اهو هنزل دلوقتي بالملح والفلفل اهو. تمام. وهروح نازله بقى بعد كده بالمكرونه اللي احنا كنا صفينا ميتها خلاص. على فكره انت ممكن تحطي بدل شويه الميه اللي انا حطيتهم دولت شويه ميه من سلق المكرونه، بتبقى طعمها حلو على فكره، بس طبعا بتبقى كلها نشا بيني وبينكم يعني. اهو غيرت بقى الشوكه، مش عارفه انا كنت بقلب بيها ليه اصلا. غيرت اهو، جبت المعلقه زي ما انتم شايفين اهو. جماعه بالله عليكم عايزاكم تدعوا لي وتدعوا لجوزي ربنا يردهن بالسلامه لي انا وبنتي يا رب ان شاء الله، لعلكم تكونوا اقرب الى الله مني. اهي المكرونه هي نزلنا بيها
وبس خلاص هتقعدي تقلبي، ومش محتاجه اي افتكاسه ولا محتاجه اي فزلكه ولا محتاجه اي حاجه خالص زي ما انتم شايفين. بس وفي الاخر بقى عايزه اقول لكم البانيه القشره بتاعته ما بتفكش، لازقه فيه تمام ومستوي، وبجد يا جماعه يعني حلو وصحي صحي. يعني انا الصراحه بحب البانيه، فاحنا بنوصل لاكتر حاجه ممكن صحيه تساعدنا ان احنا ما نتخنش وما نزودش دهون في جسمنا. بس وادي المكرونه هي قدامكم، انا بحبها تبقى حمرا قوي زي ما انتم ما شايفين كده اهي. بسم الله ما شاء الله بقت جميله. هنا دلوقتي اهوت هوريكم بقى البانيه. انا هنا بقى هوريكم اهوت البانيه في الاير فراير. انا لازم اقلبه يا جماعه، دي تكات كده. هنا احنا خلاص كان خد اول وش، هنا بقلبه بقى عشان ياخد ايه تاني وش. عايزه اقول لكم يا جماعه مقرمش وجميل ومن جوه جوسي، مش اللي هو بقى بيبقى ناشف قوي ده اللي بيبقى طعمه وحش ده، فاهمين؟ انا هوريكم دلوقتي حته انا كنت قطمت منها. بصوا ده بقى بعد ما خلصت وقتها خالص. بصوا القشره جميله وهي دايبه، والف هنا على